السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلق أحمد الطيب دائم الاستفزاز في جماهير النادي الأهلي، ودائم الانتقاد في النادي الأهلي بحق وبدون حق. أنا مش عارف إمتى هتبطل الحقد اللي جواك والغل اللي جواك تجاه النادي الأهلي، ومبرره أصلا ما تعرفش. يعني إيه سبب الحقد والغل اللي جواك تجاه النادي الأهلي؟ ما تعرفش. أحمد الطيب كتب بوست امبارح على صفحته الرسمية بيتكلم فيه عن وصول النادي الأهلي لنهائي دور المرتبط، خلي بالك دور المرتبط لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري. هقراه لحضراتكم وبعد كده نرجع نتكلم مع بعض. بيقول ايه؟ بيقول كبار الأهلي والاتحاد لكرة السلة لعبوا ماتشين لحسم من يتأهل للنهائي. الاتحاد فاز في المباراة الأولى بفرق 14 نقطة، والأهلي فاز في المباراة الثانية بفرق 6، ولكن الستة أكبر من 14، عشان كده الأهلي تأهل وخرج الاتحاد. إيه علاقة نتائج الناشئين بالكبار وحسم البطولة؟ التطوير له طرق كتير، ولكن مش للدرجة دي. أنت كأهلاوي سعيد وراضي ومقتنع باللي حصل، أكيد الأهلوية ما يردوش باللي حصل. طب ده أرد عليه أقول له إيه؟ يعني زي أحمد الطيب ده أرد عليه أقول له إيه؟ إن كان هو كابتن أحمد اسمه دور المرتبط، يعني الناشئين أو الشباب مرتبط بالكبار. طب هل القوانين دي اتحطت بعد ما الأهلي، يعني اتحطت من يومين بعد ما الأهلي والاتحاد وصلوا قبل النهائي ففصلوا القوانين دي، ولا القوانين دي موجودة أصلا من بدري زي ما امبارح استفاد منها الأهلي، ما قبل كده برضو اتضرر منها الأهلي؟ يعني القوانين دي موجودة. اشمعنى لما كان الأهلي ممكن يطلع من بطولة بسبب النظام دي ما كنتش تتكلم، لكن دلوقتي لما الأهلي استفاد منها اتكلمت؟ ده اسمه دور المرتبط، والقوانين دي موجودة بقالها سنين في اتحاد كرة السلة. الأهلي خسر في المباراة الأولانية فرق 14 بونت، تمام. فاز في الثاني فرق 6، تمام. الستة مش أكبر من ال 14. أنا يعني مش هنضحك على بعض. ولكن الناشئين أو الشباب بتاع النادي الأهلي فاز على الاتحاد في المباراتين ذهاب وإياب، زي ما في مع الزمالك الأهلي فاز في الكبير والشباب فاز في المباراتين، يعني فاز في الأربع مباريات. اشمعنى مش بتتكلم لما يكون حاجه تضر النادي الاهلي؟ مش بتتكلم. يعني القانون دي لو كان طلع الاهلي امبارح ما كنتش اتكلمت، لكن عشان الاهلي استفاد منه حضرتك اتكلمت. ومعنى كلمه الستة اكبر من ال 14 انت بترمي برضو على موضوع السبعة اكبر من التسعة والكلام ده. انا مش عارف والله انت هتستفاد ايه، بس انت مش هتستفاد حاجه. اي واحد زملكاوي محترم مش هيعجبه كلامك. يعني اي زملكاوي محترم، اللي كل الزملكاويه ناس محترمين وناس يعني فاهمه كوره فعلا، مش هيعجبها كلامك. لكن انت خسرت قيمتك وخسرت احترام الناس ليك باسلوبك ده. انا متاكد ان مفيش زملكاوي هتعجبه طريقه كلامك ولا اسلوب كلامك. القوانين دي موجوده يا كابتن احمد بقالها سنين في الاتحاد الكوره، وهو اسمه دور المرتبط من الاسم نفسه. هو اي هجوم وخلاص، اسمه نفسه دور المرتبط، يعني الكبار مرتبط بالصغيرين. الاتحاد فاز في المباراه الاولانيه فرق 14، تمام، والاهلي فاز في المباراه الثانيه فرق 6. اللي حسم الموضوع الشباب، الاهلي فاز في المباراتين الذهاب والاياب. ياما الاهلي طلع بسبب النقطه دي. يعني في سنوات كتير الاهلي طلع في كره السله طلع بسبب القوانين دي. ليه ما اتكلمتش؟ عشان الاهلي اتضر فيه، لكن الاهلي لما استفاد منه حضرتك اتكلمت. اتمنى ظاهره زي ظاهره كابتن احمد الطيب، وانا باسف انه اقول كده، انه بعد ما كان ليه مكانه كبيره وسط جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وكل شيء، وشفنا تعليقه في مباراه الاهلي والترجي في 2012 على ما اعتقد كان عبقري، لكن اخذ سكه ما يعني بصراحه تزعل عليه. اتمنى انه الظاهره زي كده تختفي من الاعلام، انه بوست زي كده ممكن يسبب ازمه واحتقان بين الجماهير. مش هدور على حضراتكم، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة واللايك للفيديو،
سلام.